يا رب يكون الترند خلص، علشان الجماعة اللي كل ما نحاول نقول حاجة يقولوا بتركبوا الترندات وبتدوروا على شهرة وبس. ويكون مسموح لنا دلوقتي إن إحنا نعبر عن اللي جوانا ولو بكلمتين عن الإعلان اللي الفنان عمله، لأنه في نفس الوقت اللي الفنان عمل فيه الإعلان في متقاعدين في بريطانيا سحبوا استثماراتهم من الكيان المحتل. في نفس الوقت كان في مئات الآلاف من الطلاب موجودين في الجامعات علشان بس يقللوا استثمارات الجامعة في الكيان المحتل. في أمهات خرجوا بعربات الأطفال في ألمانيا علشان يعرفوا بجرائم الاحتلال ضد الأطفال في غزة. في ناس على غير الإسلام عملوا ندوات علشان يعرفوا باللي بيحصل في أهل فلسطين من 76 سنة. وقفوا في الميادين علشان يوزعوا مشروب بارد على الناس مجانا بدل المشروب اللي حضرتك عملت له الإعلان. في أطفال حوشوا مصروفهم علشان يبعتوه لأطفال غزة، وغيرهم ألوف الناس والمنظمات في العالم كله اللي بيحاولوا يعملوا أي حاجة يقدروا عليها علشان يساعدوا أهل غزة. لكنك سبت كل ده وعملت الإعلان اللي بيساهم بشكل مباشر في إنهاء حياة الأطفال والنساء والشيوخ الموجودين في غزة. وأنا الحقيقة مش جاي أقول أي حاجة غير ربنا يهدينا ويهديك، لأن التغيير المفاجئ ده، التغيير الكل ده، من أنت فين هتفضل قاعد ورا الشاشة ما بتعملش حاجة لأنك تختار الإعلان الوحيد اللي بيساهم في إنهاء حياتهم بشكل مباشر. التغيير الكل ده مفيش أي كلام هينفع معاه، لأن المتوقع إنك هتطلع برضه بعد فترة وتقول علشان اتبرع بالعوائد بتاعته لأهل غزة. لكني أقول لك في ناس اتبرعوا بنفس راضية بكام برتقانة وقلبوا الدنيا كلها. فالموضوع مش موضوع بكام، لكن في النهاية ربنا أعلم بحالك. يمكن تكون فعلا محتاج تمون الطيارة ولا حاجة، لكن اللي انت عملته ده هو مثال في الوقت الحالي علشان يثبت للدنيا كلها انها ما بتهونش غير على الغلابة. اما بقى اللي عايش طول عمره بيحب الظهور وانه يتشاف وانه يركب الترندات وبس، مهما عمل هيفضل طول عمره تحت طائلة يريدون ذكرا ولو بالبول في زمزم. واللي عارف القصة عارف انا اقصد ايه. سلام.